عبد الإله بن كيران شخصية مغربية سياسية أثارت الجدل وألهمت الكثيرين. كيف أثرت طفولته وتعليمه على مسيرته السياسية؟ وما هي رؤيته لمستقبل المغرب في مقابلة حصرية مع موقع بديل؟ فتح عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء المغربي السابق قلبه للحديث عن تفاصيل حياته ومسيرته السياسية. المقابلة كانت فرصة لمعرفة المزيد عن هذا الرجل الذي ترك بصمته في تاريخ المغرب الحديث. بن كيران تحدث عن طفولته، تعليمه، رحلته داخل حزب العدالة والتنمية، وأفكاره حول التحديات التي تواجه المغرب ليعطي رؤية متكاملة عن حياته وتجربته. عبد الإله بن كيران استهل حديثه بالعودة إلى ذكريات طفولته، حيث استعرض تأثير والده عليه. كان والده عالماً دينياً، وهو ما شكل الوعي الديني لبن كيران منذ صغره، وجعله يتبنى نهجاً قيمياً في حياته ومسيرته السياسية. هذا التأثير كان بمثابة البوصلة التي وجهته في سنواته الأولى، وأثر على اختياراته المستقبلية. في حديثه عن تعليمه، أشار بن كيران إلى الفترة التي قضاها في جامعة الرباط، والتي كانت نقطة انطلاق اهتمامه بالفكر السياسي. الجامعة كانت المكان الذي بدأ فيه بن كيران يتعرف على التيارات الفكرية والسياسية المختلفة، وهو ما ساهم في صقل رؤيته وأفكاره ومهد الطريق لانخراطه في العمل السياسي. المسيرة السياسية لبن كيران كانت مليئة بالتحديات والإنجازات. انضم إلى حزب العدالة والتنمية، وبدأ رحلة طويلة من النضال السياسي حتى أصبح قائداً للحزب وأحد أبرز الوجوه السياسية في المغرب. حين تحدث عن فترة توليه رئاسة الوزراء، استعرض أبرز الإنجازات التي عمل عليها لتحسين حياة المغاربة، مشيراً إلى التحديات التي واجهته مثل الضغوط الاقتصادية والسياسية. رغم كل ذلك، أبدى فخره بما حققه في تلك الفترة، خصوصاً الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد ودعم الفئات الأقل حظاً. واحدة من النقاط المهمة التي تطرق إليها بن كيران هي علاقته بالملك محمد السادس. وصف تلك العلاقة بأنها علاقة تعاون واحترام متبادل، مشيراً إلى أن الملك كان داعماً للإصلاحات التي تصب في مصلحة الشعب المغربي. وأكد بن كيران أن هذا التعاون كان أساس الاستقرار والتنمية في المغرب خلال فترة ولايته. في حديثه عن الوضع الحالي للمغرب، أبدى بن كيران اهتمامه الكبير بالتحديات التي تواجه البلاد مثل البطالة والتعليم والصحة، لكنه أشار أيضاً إلى أن المغرب يمتلك فرصاً كبيرة للنمو إذا تم التركيز على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. ختم بن كيران المقابلة بالتعبير عن تفاؤله